وزي ما وعدتكم اهو نزلت بالفيديو التاني على طول، ما اتاخرتش عليكم، نزلت الفيديو تاني يوم زي ما وعدتكم. كان صعب عليا جدا بس الحمد لله كنت عند وعدي ليكم. بصوا بقى الفيديو اللي فات وريتكم الحاجات اللي انا اشتريتها عشان نجدد بيها المطبخ. وهبتدي بقى ان انا اجدد المطبخ اهو. زي ما انتم شايفين الاستيكر رديء جدا ووحش، وقد ايه هو اتبهدل. فهبتدي بقى ايه ان انا اشيله كده زي ما انتم شايفين. قبل بقى نبتدي نخش الفيديو بتاعنا كده، احب ارحب بكل اللي دخلوا جديد معايا في القناه، وبرحب برضو باللي موجودين اصلا معايا في القناه، اخواتي وحبايبي وعيلتي الجميله. وجودكم معايا بجد بيشرفني وعلى راسي من فوق. ربنا يخليكم ويسعدكم ويفرحكم على قد ما بتفرحوني كده بكلامكم الجميل في الكومنتات. طبعا ما ننساش بقى نحط لايك للفيديو ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا نشوف. بصوا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات برضو، الاستيكر اللي انا كنت جايباه ده كان وحش جدا، نوعه رديء. فطبعا اتشال معايا بصعوبه جدا جدا، قعدت اشيل فيه يجي ساعه حرفيا، يمكن ازيد كمان من ساعه وانا بشيل الاستيكر. فطبعا في بواقي منه كده مش راضيه تطلع اهو زي ما انتم شايفين. فنزلت على طول جبت السلكه الاستانلس دي من الصبانه. كانت في الصغيره عامله ب3.5 والكبيره دي ب5 جنيه. فجبت الكبيره لقيتها مليانه كده وكويسه. وقلت بقى عشان ايه اشيل البواقي دي. البواقي دي كانت هتطلع يا اما بالصنفره يا اما بالسلكه الاستانلس دي. فطبعا انا ما كانش عندي صنفره ولا سلكه استانلس، فنزلت جبتها وجيت. وبدأت بقى ان انا حطيت شوية فري كده عشان تدوب برضو معايا الورق ده ويطلع معايا بسهولة. وبدأت بقى ايه ان انا ادعك بالسلكة كده واشيله. بجد الاستيكر ده كان وحش جدا جدا. عايزه اقولك من خبرتي في الاستيكرات اللي انا جبتها كلها، الاستيكر اللي نوعه حلو هو لما تشيلي الورقه بتاعته وتيجي تلزقيه، ظهر الاستيكر اللي هو بيبقى عليه اللزق ده لما تلاقيه بلاستيك لونه سيلفر كده وبيلمع، او يعني لونه فضي بيلمع، يبقى الاستيكر ده حلو جدا وتلزقيه وانت مطمنه. هتيجي تشيليها يتشال معاكي بكل سهوله، مش هيسيب اي اثر، غير ان هو ممكن يسيب بس يعني بواقي كده بس من اللزق. ودي بتغسلي بالسلكه الالومنيوم العاديه خالص او الاسبونشه بتطلع معاكي. لكن اللي ظهره ورق وتلاقيه كده لونه ابيض وعامل زي الورق ولونه ابيض كده عادي، فالاستيكر ده وحش جدا. واحب اقولك ان انت لما تلزقيه هيعمل زي الاستيكر اللي انا جبته ده كده دلوقتي، هيتشال معاكي بكل صعوبه، وكمان هيبوظ الرخامه. جالي تعليق برضو قبل كده، انا ليه حاطه على المطبخ استيكر وعلى الرخامه استيكر؟ على الرخامه عشان زي ما انتم شايفين اهو الرخامه دي يعني قديمه شويه ولونها قديم، مش زي اللي ماشي دلوقتي. وكمان يعني لونها مش عاجبني، يعني حاسه اللون كده مش حلو خالص ومش عاجبني. فعشان كده بحط لها ستيكر. وطبعا الاستيكر حلو جدا لان بيعمل تغيير، ان انت بتجددي وكل مره بتغيري الاستيكر. بتجيبي نوع غير النوع اللي قبله، بتغيري فيه من ناحيه اللون والشكل والماتيريال بتاعته، اللي هو انت بتجيبي مثلا خامة برضو. يعني انا مرة جبته ورد، مرة جبته خشبي، اخر مرة اللي انا شلته ده جبته خشبي. المرة دي اهو جبته اللي هو بديل الرخام. عايزة اقول لكم برضو ان انا احتياطي مش هلزقه كله، هشيل الاحرف بتاعته بس والزقها. وهلزقها باللزق اللي معايا ده، اي لزق بقى عندك، انا عندي اللي هو اللزق الورقي ده بس بيلزق حلو. وهلزقه كده عشان مش عايزه اعاني تاني من تنظيف الرخامه من اللزق، لان بجد الاستيكر ده كرهني في جميع الاستيكرات كلها. لكن طبعا انا عشان شكل الرخامه مش عاجبني، فعايزه اقول لكم يعني التغيير حلو. انا بقف في المطبخ كتير جدا، يعني معظم وقتي بقضيه في المطبخ، فتلاقيني على طول بغير فيه لان بزهق منه بسرعه. فالتغيير ده بيحببني فيه وبيخليني اللي انا حابه ان انا اقف في المطبخ، ومش حابه ان انا يعني بصوا بقى بقف ببدع بقى. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا بعد التغيير ده بقيت خلاص مش عايزه اخرج من المطبخ، يعني خلاص تعالوا الحقوني وخرجوني، عايزه اقول لهم كده تعالوا بقى خرجوني من المطبخ ده، اللي هو خلاص حرفيا بجد انا مش عايزه اخرج منه عشان جماله وحلاوته والشكل بتاعه. فلما بيكون المطبخ شكله حلو كده وانا راضيه عنه وشكله مبهج كده، بامانه
يعني ببقى بجد بص بقف ببدع بقى. المهم بقى بصوا بقى انا بعمل ايه هنا. بقطع بقى اللزق كده وبلزقه على الستيكر، بلزق الستيكر في الرخامة، فاهمين اللي هو باخد يعني بلزق، بحط حتة على الستيكر والحتة التانية في الرخامة عشان الستيكر ما يسيبش. خلاص يعني قلت مش هلزقه تاني، انا هعمله كده. وعايزه اقول لكم كان جميل وكأنه ملزوق بالظبط. هنا بقى الرخامة الحتة التانية دي برضو هلزق نفس الحكاية وهحطه تحتيها. بصوا شكله جميل قوي قوي، فرحانة بيه جدا جدا بجد. يعني طلع مش زي ما كنتش متوقعه خالص يعني. حلو جدا كأنه رخام فعلا، كأنه رخام بجد. بصوا خلاص كده انا لزقته بقى تمام. عايزه اقول لكم بقى ايه. هعمل منظم كده عشان هعين المنظم اللي عندي اللي هو لونه الليموني في اخضر ده، في اصفر. هشيله وهحط بقى ايه اللي هو الطقم ده. طقم عندي كده على بعضه، كنت جايباه برضو عيناه في النيش بقاله فتره. فقلت بقى بما اني هغير اطلع بقى الطقم ده وعين ده، يعني هبدل. فقلت اعمل بقى ايه منظم يعني اللي هو زي رف كده مربع. هتشوفوا معايا البتاع الرول ده اللي انا بقطعه ده بتاع الستيكر الرخامي اللي انا حطيته على الرخامه ده. فجبته قطعته كده، عملت زي 4 ارجل كده زي ما انتم شايفين، عملتهم 4 ارجل متساويين، لازم يبقوا متساويين بالظبط. تمام. هنا برضو بقصقص يعني بقيس وبقصقص وبظبط وكده. بعد كده هلفهم بقى، هغلفهم بالستيكر بتاع الرخامة برضو، يعني هعمله من نفس الستيكر بتاع الرخامة. انا هنا بقى ايه بقيس يعني بالعين كده وبايدي. طبعا انتي لو هتعملوه مثلا المنظم ده وعجبكم هتقيسي بالمسطرة. لو انتي عايزة تطلعي المقاس بالظبط ومش عارفة تطلعي كده تقيسي بايدك، هتقيسي بمسطرة وتاخدي المهم يكون ال4 ارجل متساويين بالظبط. يعني لو انتي مثلا هتاخديه 10 سنتي، يبقى كل الارجل دي 10 سنتي. هتاخديهم 6 سنتي، يبقى كل الارجل دي 6 سنتي. هتقيسي بالمسطرة هتطلع معاكي مظبوطة. انا عملتهم بقى كده زي ما انتم شايفين اهو، وهيبقوا كلهم قد بعض. وهبتدي بقى ايه ان انا اغلفهم. بصوا بقى هنا اي بواقي معايا بشيلها على طول كده واتخلص منها وارميها في الباسكت على طول، عشان بعد ما اخلص برضو تبقى الدنيا رايقه معايا، ما يبقاش الدنيا حواليها كلها ورق بقى وقصاقيس وحاجات من دي. بصوا بقى خدت الرول كده وبدات ان انا اقيس على قد الرول برضو الورق اللي معايا ده، وابتدي ان انا اقطع. عايزه اقول لكم بصوا الظهر في يعني معمول بالسنتي، يعني هيساعد معاكي تيجي تقصي من الظهر عشان تقصي مظبوط. قصيت بقى كده 4 قطع من الورق قدهم كده، وهبدأ ان انا الفهم رول كده لما اغلفهم كلهم بالشكل ده. بقطع الاحرف هنا بقى كده بالمقص عشان لما اتني على جوه كده يتني معايا. وخلصتهم بقى كلهم اهو زي ما انتم شايفين. هجيب بقى ايه، انا عندي لوح الازاز ده والفكره جات لي من اللوح ده. طبعا لو انت ما عندكيش لوح الازاز ده ممكن باي حاجه، ممكن تجيبي كرتونه جامده شويه وتقصي منها كده حته قد الحجم اللي انت عايزاه برضو. يعني تشوفي انت عايزه المنظم ده هيبقى قد ايه. لو عندك برضو مثلا كرتونة وحاساها مش تخينة قوي، ممكن تحطي قطعتين على بعض وتلزقيهم باللزق، وبعد كده تبدأي تغلفيهم بالستيكر. ممكن كمان لو عندك قطعة ألمونتال صغيرة، لو عندك قطعة خشب، يعني أي حاجة. أقل الإمكانيات لو ما عندكيش ولا الإزاز ولا الخشب هيبقى عندك أكيد كرتون. لو ما عندكيش وعايزه تعملي المنظم ده هتجيبي كرتونه بتاعه شيبسي من اي حد وهتعمليه. مش طالبه غير حته كرتونه تقصيها بالحجم اللي انت عايزاه، ورول تعمليه 4 ارجل كده بالشكل ده بس. المهم بقى جهزت كل حاجه معايا كده، وبدات ان انا اجيب مسدس الشمع، سخنته كده علشان الزق بيه، ولزقتهم بقى وثبتهم كده. وبصوا بقى المنظم معايا اهو، يعني حاجة مش مكلفة حاجة خالص وبسيطة، وهو شوية برضو هياخد وقته. هنا بقى جبت المنظمات بتاعتي اهي كده دي. كان طقم بس اتكسر منه كام حاجة يعني. هو كان عندي 3 قطع صغيرين و2 كبار. فلزقت بقى عليهم الستيكر كده، هحط فيهم قهوة وكاكاو وشاي وسكر، الحاجة اللي انا
بستخدمها على طول، يعني اللي انا بستخدمه على طول. ويبقى تحت ايدي الحاجة اللي احنا بنستخدمها على طول هي الشاي والسكر والقهوة والكاكاو. والبرطمان التاني هحط فيه لبن بودرة. بس هنا الورق ده بصوا هنا في بني سادة حطيتها، بس بعد كده هشيله لان خدت بالي ان في ورقة مكتوب عليها قهوة، فهروح ايه واخداها. يعني حسيت ان القهوة تبقى احسن من بني سادة. فروحت شايلة الورقة بتاعت بني سادة وحطيت القهوة، حطيت الورقة اللي مكتوب عليها قهوة. تمام. في كمان برطمان كبير شوية حطيت فيه لبن بودرة، بس هو ما كانش الورقة اللي عندي فيها دي مكتوب لبن بودرة، فلقيت فيه ورقة مكتوب عليها سكر بودرة، رحت حطاه وخلاص. بس انا عارفة ان ايه البرطمان ده بتاع لبن بودرة. وعبيتهم بقى الشاي والسكر حطيتهم فيهم، وحطيت فيهم القهوة وكمان يعني ظبطت كل حاجة، كل حاجة حطيت فيها ايه الحاجة بتاعتها. بدأت بقى هنا ان انا ارص بقى كده. خلاص بقى خلصنا كل حاجة، فهنيجي الفينش بقى بتاع المطبخ. يعني طبعا الفينش ده زي ما قلت لكم قبل كده كتير في التجديدات، ان اكتر حاجة بتاخد معايا وقت الفينش، ان انا بقعد اشيل ده من هنا احطه هنا كده اشيك، لا اما اعمل كده هيبقى احلى، لا اما اعمل كده هيبقى اشيك. فبقعد ايه اشيل وابدل لحد ما ارسى على الشكل النهائي اللي يبقى مريح عيني وحاساه كده اللي هو اجمل حاجة. بصوا طبعا هنا المنظمات قعدت اغير فيها كتير جدا. حطيت فوق واحدة كبيرة في النص، ورجعت يعني بقيت عمالة اشيل واحط لحد ما رسيت على الشكل النهائي ده. خلاص كده الجنب ده معايا خلص. اروح بقى للجنب التاني، حطيت بقى فيه طقم التوابل. هو كان طقم التوابل ده هنا من الاول، حبيت احطه على الرخامة التانية، لقيت هيبقى شكله مش يعني شكله هنا احلى واجمل. فحطيته هنا وحطيت وراه الصينية دي. وهنا بقى جبت المنظم ده برضو في المنظمات اللي انا جبتها معاكم في الفيديو اللي فات. خدت الابيض وحطيته هنا وحطيت فيه الورد، ونزلت منه فرع اخضر كده زي ما انتم شايفين. حسيت ان هو هيبقى شكله حلو، واللون الاخضر ده هيكسر معايا اللون الابيض اللي المطبخ كله عايش فيه ده. يعني تحسوا ان الارضيه بيضه والحيطه بيضه والمجات بيضه. فقلت بقى ايه احط كده ورد فرع اخضر كده يكسر معايا اللون، وكمان هيدي شكل حلو قوي. وبعدين انا بحب الورد والزرع جدا جدا، خصوصا اللون الاخضر. يعني انا بحب الورد قوي، احب املى الدنيا حواليا ورد. المهم بقى جبت المنظم ده كده، كنت حاطاه عندي في درج التسريحه، حاطه فيه شويه بنس وحاجات. فلقيته شبه المنظم بتاع التوابل، فقلت اجيبه بقى ايه. والزيته وبتوع الخل دول كنت شايلاهم معاكم، يعني شلتهم، كنت حطاهم قبل كده في تجديدات المطبخ. والتجديدات بتاعت اخر مره رحت عينيهم، فجيت رجعتهم تاني. اما بيكون بجدد الحاجه القديمه اللي عندي ما برميهاش، بغسلها كويس جدا وعينها وانشفها وعينها. عشان طبعا الحاجه لما بتقعدي فتره ما بتستعمليهاش، بتيجي تستعمليها تاني بتحسي ان هي جديده، بتحسي ان انت جبتي حاجه جديده مع انها كانت مركونه عندك، بس بتحسي ان انت جبتي حاجه جديده. فجبتهم بقى كده ومليتهم زيت وخل، وحطيتهم كده في المنظم ده، وحطيته على الرخامة التانية. بعد كده جيت حطيته هنا جنبه، قلت شكله كده يبقى شكله حلو. بس في الاخر حطيته هناك جنب البوتاجاز، حطيته على الرخامة التانية جنب البوتاجاز، لان طبعا معظم وانا بعمل الفطار انا هحتاج الحاجات دي في الفطار. فطبعا وانا بعمل الفطار بعمل على الرخامة دي اللي هي جنب البوتاجاز، رخامة الحوض جنب البوتاجاز. المهم بقى خلصت الرخامة التانية وجيت بقى على الرخامة دي اجددها. شلت المنظم بتاع المعالق ده وحطيت اللي لونه موف، يعني يبقى ماشي كده مع الصفاية ومع فازة الورد دي. انا بوريكم بقى ان انا هحط فيه الحاجة كده، بس طبعا مش دلوقتي. الحاجة اللي كانت في الصفاية اللي هي اللي انا شلتها كانت اتصفت ونشفت معايا وتمام، فروحت شايلاهم في الدرج. الصفاية هحطها هنا كده فاضية، بس طبعا لما يبقى في مواعين واجي اغسل مواعين هحط فيها. حطيت كمان البامب ده بتاع الفري كده اهو زي ما انتم شايفين. بصوا انا ولادي هنا جايين بيتفرجوا بيشوفوني انا بعمل ايه. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، كنت مقعداهم بقى مأكلاهم ومشبعاهم، علشان لما اجي اقعد اعمل المطبخ محدش بقى يقعد يخش ايه انا عايز حاجه، انا عايز اكل، انا عايز ده، انا عايز ده، لا. اقعد ايه اشوف المطبخ كده واخلصه بروقان. المهم بقى حطيت الصابون الفري في البامب كده زي ما انتم شايفين. واللي جبت بقى من الصبانه السبونشه دي لقيتها لونها موف،
يعني هو كان عنده الوان كتير، بس انا قعدت ادور لحد ما طلعت الموف، قلت عشان اكمل الطقم بقى كله على بعضه. بصوا انا كنت مفكراهم الاتنين موف، طلعت واحده موف وواحده زرقاء، فقلت يعني مش مشكله دلوقتي احط بقى الموف عشان يبقى ايه طقم كله كامل كده مع بعضه. بصوا يعني شكله حلو قوي، انا بحب تنسيق الالوان جدا جدا على فكره. هنا كنت بجربها بالفري بتاعها كده. المهم بقى ركبتها كده وحطيت الاسبونشة بقى كده، فبجد شكلها حلو جدا جدا، يعني لون البامب كده بتاع الفيري فشكلها حلو قوي. انا عماله بقول لكم بامب عشان انا مش عارفه اسمه ايه بصراحه، يعني هو منظم بقى فيري ولا بامب ولا ايه مش عارفه. المهم بقى ايه، جبت الفوطه الموف دي كنت بمسح بيها، يعني كنت طبعا مغسوله ونضيفه في الدرجه، جبتها حطيتها كده. جبت الموف بقى دي حطيتها كده عشان امسح بيها ايدي. فطبعا برضو انا بقيت عماله اشيل من هنا احط هنا ومش عاجبني الشكل ده احط كده. هنا ابني كان بيقول لي يا ماما حطيها هنا احسن. يعني بصوا هما بيحبوا يقفوا جنبي يعني بيفرحوا بالتجديدات، ودخلوا المطبخ بقى عملوا ايه ده يا ماما، ايه الجمال ده يا ماما، ده المطبخ بقى حلو قوي. بصوا بقى شريط الليد اللي انا حاطاه فوق الدهبي ده، انا كنت جايباه من فتره يعني وكنت عيناه، كنت حطاه في الصاله ورا الشاشه، فجيت شلته ورحت حطاه بقى هنا. مدي شكل حلو قوي قوي. هبقى ان شاء الله كده اصور معاكم في جو هادي كده، وانا مقلله الاضاءه بتاعه المطبخ، واشغل لكم النور الورم ده بس كده، هتلاقوا بصراحه منظر مبهج جدا جدا، شكل حلو قوي قوي. بصوا بقى ان هنا حاطه الستيكر على المطبخ اهو. كنت عايزه برضو اغير اللون بتاع المطبخ، دهنته مرتين وجيت في المره الثالثه قلت لا بقى انا هحط عليه ستيكر كده، ومن ساعتها هو الستيكر محطوط جميل جدا. ولا اتقطع ولا اي حاجه، وبغسله يعني وكل حاجه بغسله وبتعامل معاه حلو جدا، يعني احسن من ما كنت بغسل الخشب اساسا يعني. فده الشكل النهائي بقى بتاع المطبخ، بصوا زي ما انتم شايفين. مستنيه رايكم برضو، يعني لو حد عنده فكره ان انا احط حاجه من هنا او انقل حاجه هنا، برضو قولوا لي رايكم. انا شايفاه كده بصراحه شكله جميل جدا. يعني انا موسوسه شويه، يعني ممكن اسبوعين 3 كده وتلاقوني غيرت تاني. المهم بقى ايه خلاص، الرخامه بقيت راضيه عنها جدا 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 بصراحه، حلوه قوي قوي قوي. الاستيكر بديل للرخام ده حلو جدا جدا، حاجه كده جميله. ده الشكل النهائي بتاع الرخامة، وهوريكم برضو الرخامة بتاعة الحوض. فوق هنا عايزة برضو اعمل شوية تغييرات كده للبرطمانات دي. بصوا هي دي ماشية مع المطبخ، لكن المغطى احمر حاساه مش ماشية مع لون المطبخ خالص، فان شاء الله هحاول اغير من لون من لون الغطا، يعني هشيل اللون الاحمر ده. المهم بقى خلاص كده هنا اهو زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف الرخامة التانية. هنا كده حاطة هنا في الوش كده المناديل وطقم التوزيع، وهنا البوتاجاز. هنا حطيت بقى الزياتة والخل، لان انا معظم وقت يعني هحتاجهم وانا بعمل الفطار، ودايما بعمل الفطار على الرخامة دي جنب البوتاجاز، فعشان يبقوا ايه يعني قريبين من ايدي. حطيت بقى الفوطه الموف، وبصوا بقى يعني الشكل كله موف مع موف كده. السبت الموف ده حطيته فوق كده، وحطيت فيه السلكه الاستانلس وعلقته كده. خلاص كده ده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين. الحوض نضيف الحمد لله، ما فيهوش اي مواعين زي ما قلت لكم، واللي متابعيني ومتعودين معايا ان انا دايما ببيت الحوض بتاعي نضيف كده. ودي الستاره بتاعه الحوض برضو كنت شايلاها غسلها وركبتها، والدنيا بقت تمام وزي الفل، والدنيا كلها كده تمام. المطبخ راضية عنه جدا بصراحة. تغيير 180 درجة، يعني التغيير مطلوب، والتجديدات حلوة جدا جدا. لو انتوا شايفين اي حاجة انا مش شايفاها، عايزين نغير اي حاجة اشيل اي حاجة، شايفين ان شكلها يبقى احلى، قولوا لي برضو في الكومنتات. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده بقى، متنسوش تحطوا لايك للفيديو، عايزاكم ترفعوا الفيديو ده بلايكات كتير قوي 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 قوي، ومستنيه رايكم في التعليقات، واسيبكم بقى في رعايه الله. اشوفكم في فيديو جديد على خير مع روتين ان شاء الله. الفيديو الجاي هيكون روتين ان شاء الله يومي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.